طبعا يا جماعة دلوقتي السنة الجديدة بدأت وأنا كنت زي طبعا الناس كلها دلوقتي بتخطط للسنة الجديدة وبتكتب الأهداف بتاعتها وبتشوف عايزة تحقق إيه وكده. فأنا كنت بعمل نفس الحاجة طبعا، يعني أنا دي من أكتر الحاجات اللي أنا بحبها، اللي هي نهاية السنة وبعد كده البداية بتاعت السنة الجديدة. المهم يعني أنا كنت قاعدة وبشوف دلوقتي أنا عملت إيه في السنة اللي فاتت اللي هي 2024، وبشوف كل الحاجات اللي أنا حققتها. فلاحظت حاجة وحبيت إن أنا أعمل عليها فيديو بجد، يعني حسيتها من أكتر الحاجات المهمة. أنا في 2024 لاحظت إن أنا بالظبط 80% من وقتي كنت بقضيه لوحدي، ويمكن 20% بس هي اللي رحت قابلت وشفت فيها ناس، او مثلا كنت بخرج مع اصحابي او كنت بعمل اي حاجه. حتى دلوقتي انا ببص على السنه، يعني كنت ببص على نفسي كده اللي هو انا فعلا كنت بقضي وقت لوحدي كتير قوي. انا النهارده حبيت بجد اقول وجهه نظري على الموضوع ده، واقول لكم قد ايه الفتره اللي انا قضيت فيها وقت كتير قوي لوحدي كانت من اكتر الفترات اللي هي حلوه في حياتي. عشان لو اي حد فيكم دلوقتي مثلا بيمر بنفس الفتره، هو دلوقتي قاعد فيها لوحده او عنده وقت فاضي كتير، او شايف ان هو مش بيخرج قوي او مش بيشوف ناس قوي. التايتل بتاعت الفيديو ده او الفيديو ده وانا بفكر في اسم ليه، انا حسيت فكره ان لما الانسان بيقعد لوحده هو بيلاحظ حاجات عن الناس اللي هو عايز يشوفها، بيلاحظ حاجات عن اصحابه، بيلاحظ حاجات عن الناس اللي هو بيقعد معاها. بس الاول خليني اعرف بنفسي عشان لو حد لسه جديد هنا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا سلمى. قررت في يوم افتح الكاميرا واتكلم عن كل المواضيع اللي انا حاساها مهمه، او اي مواضيع الصراحه انا بتعلمها وعايزه اشاركها. يعني النهارده يا جماعه هقسم لكم الفيديو ده لثلاث اجزاء او ثلاث حاجات مهمه قوي. اول حاجه هقول لكم انا اتعلمت ايه من ان انا اكون اقعد لوحدي الفتره دي كلها. تاني حاجه هقول لكم هو ليه صعب قوي ان احنا، او ليه صعب شويه من وجهه نظري ان احنا نعمل اصحاب، يعني لما نبقى في العشرينات او حتى لما نكبر شويه ندخل الكليه، الموضوع بحسه ما بيبقاش سهل زي ما نكون في المدرسه او كده. وبعد كده تالت حاجه هقول لكم ازاي تختاروا اصحابكم صح، ازاي ان هي تكون انتوا حواليكوا ناس بجد انتوا عايزين تقعدوا معاها. خليني اقول لكم يا جماعه الموضوع بدا ازاي. انا اول كام شهر في السنه، يعني ممكن مش عارفه يمكن لحد شهر 3 شهر 5 حاجه زي كده، كنت عادي بقعد مع ناس وقابلت ناس في الكليه وقابلت ناس مختلفه وكده. بس يا جماعه لاحظت يعني ان هو في ناس كتير قوي قابلتها هي ما كانتش قوي نوع الناس اللي انا عايزه اقعد معاها. فالمهم يعني انا في الفتره دي انا شفت بجد نوع الناس اللي انا مش عايزه اقعد معاها ونوع الناس اللي انا عايزه اقعد معاها، ومين بجد الناس اللي هي الاصحاب الكويسه. جت فتره بعد كده في نص السنه انا بجد حسيت او قررت اللي هو خلاص كفايه كده، انا مش عايزه اشوف حد انا بجد عايزه بس اقعد مع نفسي واركز بجد على حياتي انا، واشوف انا عايزه اعمل ايه، اشوف انا عايزه اركز على ايه في الفتره دي. وان انا فعلا انا اخترت ان انا عايزه اقضي وقت لوحدي وعايزه اكون مع نفسي شويه. يا جماعه الوقت مع نفسنا ده بجد بيعلمنا كل حاجه عن نفسنا. احنا بجد بناخد الوقت ان احنا نفكر انا شخصيتي عامله ازاي، انا انسانه بحب اعمل ايه، ما بحبش اعمل ايه، انا ايه الحاجات اللي بتخليني مبسوطه، ايه الحاجات اللي بتضايقني. الانسان لما يكون بس قاعد مع نفسه افكاره بتبقى منظمه وبيبقى هادي كده، وما بيبقاش فيه على طول ازعاج من بره، مفيش مثلا ناس من بره على طول قاعده بتشتته كده. 2024 دي كانت من احلى السنين في حياتي بالنسبه للموضوع ده، اكني بالظبط كنت بتكلم مع نفسي وكنت عارفه فعلا انا عايزه اعمل ايه. بجد انا عمري في حياتي في الفتره اللي فاتت دي ما دونت او كتبت حاجات اكتر من السنه اللي فاتت دي. يعني انا بجد كتبت افكاري وكتبت كل حاجه عايزه اقولها في الفتره دي اكتر من اي سنه فاتت. اتعلمت كمان في الفتره دي، عشان زي ما قلت لكم انا قابلت ناس كتيره قوي، اتعلمت يا جماعه ان احنا احسن نقعد مع نفسنا احسن بكتير من احنا نكون قاعدين مع الناس الغلط. يعني دي حاجه انتوا بتلاحظوها لما تقعدوا مع نفسكم، ممكن تكونوا فعلا حاسين بالوحده اكتر لما انتوا تكونوا قاعدين مع الناس الغلط. كنت بفكر في كل الناس اللي انا قابلتها، وكنت فعلا بشوف انا كل حد من الناس اللي انا قابلتها دي علمني ايه. من الناس اللي اصحاب فعلا اللي هي كانت ماشي كانت صداقه كويسه، وفي ناس خلاص بطلنا نتكلم او ان احنا ما بقتش اقعد معاهم. فتعلمت ان انا فعلا انا مش ندمانه على ولا حاجه او على ولا حد انا قابلته في حياتي. حتى الناس اللي انا خلاص ما بقيناش اصحاب، ان كل انسان انا قابلته علمني حاجه عن نفسي، وكل انسان انا قابلته علمني حاجه عن نوع الناس اللي انا عايزه اقعد معاها. يعني في ناس شفتها عرفت اوكي دي مثلا صفه انا فعلا عايزاها تكون موجوده عند الشخص اللي انا بقضي معاه وقت، او عند اصحابي مثلا. او مثلا الصفه دي انا ممكن مستحيل مثلا استحملها ان هي تبقى عند شخص، او ان انا اقضي وقت مع حد بيتصرف بالطريقه دي او بيتعامل بالطريقه دي. لما بنقعد مع نفسنا بنبدا ان احنا فعلا نشتغل على اهدافنا. احنا على طول يا جماعه مثلا لما يكون في ازعاج على طول يكون في ناس بتشتتنا، احنا على طول مش عارفين احنا عايزين نعمل ايه. لما حتى بيكون في عندنا اهداف في مخنا وبتجيلنا افكار احنا مش بنشتغل عليها. انسان لما بيقعد لوحده بيبقى عنده كل الفراغ وكل الوقت الفاضي انه فعلا يركز على حياته، انه يشتغل على الحاجات المهمه، يقضي وقته في حاجه مفيده، وان هو مش على طول يكون بيتاثر بكلام الناس، ان هو مش على طول بيقعد مع الناس وعلى طول بيقعد بيسال راي الناس كلها.
على كل حاجه هو بيعملها. هو دلوقتي مفيش حد هو بياخد رايه غير نفسه هو. دي وقت لوحدنا احنا فعلا بنعرف شخصيتنا احسن من اي حاجه. يعني احنا بنعرف نفسنا. دلوقتي احنا على طول بنتاثر باللي الناس بتقوله حوالينا. الناس على طول بتقول لنا احنا ايه. يعني مثلا الناس كلها عندها راي مثلا عن شخصيتنا او عن تصرفاتنا. فاحنا لما بنقضي وقت لوحدنا، يعني يا جماعه انا حتى عندي في بتاع مره كده كتبتها كلها عن نفسي. انا بشوف نفسي ازاي، انا شايفه شخصيتي عامله ازاي، مش الناس بتشوفني ازاي. فدي حاجه يا جماعه انا بحسها مهمه جدا. واحنا عمرنا ما هنلاحظ انا بشوف نفسي ازاي، مش الناس بتقول ايه، الا لو احنا قعدنا لوحدنا وفكرنا وشوفنا فعلا انا من جوايا انا بشوف ايه الصفات اللي عندي، انا شخصيتي عامله ازاي. ده حاجه تانية اتعلمتها، ان انتوا شويه شويه لما تبداوا تقضوا الوقت لوحدكم اكتر، انتوا بجد بيجيلكوا الشجاعه تعملوا اي حاجه. يعني انا يا جماعه السنه اللي فاتت دي في 2024 انا كانت اول مره في حياتي اسافر لوحدي. انا عمري ما عملتها قبل كده. هي طبعا سافرت جوه مصر، يعني ما طلعتش بره مصر، بس كانت اول مره اسافر محافظه جديده انا عمري ما رحتها قبل كده، وكانت بعيده شويه يعني عن المحافظه اللي انا اصلا عايشه فيها. فدي كانت اول مره في حياتي اسافر لوحدي. بتلاحظوا خلاص يعني انت قعدتي لوحدك، انت عرفتي نفسك، انت عرفتي كل صفاتك، فانت بجد شويه شويه حتى لو انت مش حاساها في الاول، انت بيجيلك الشجاعه تعملي كل حاجه لوحدك. انت كمان بيجيلك الشجاعه ان انت تعملي قراراتك بنفسك. انا اللي محتاجه اعمل القرار ده بنفسي، مش هروح اقعد اسال الناس كلها عن انا المفروض اعمل ايه او المفروض اتصرف ازاي، لانه مفيش حد هيعرف يقرر الحاجه دي احسن مني انا. يعني بتثقوا في نفسكم، بترست نفسكم، وبترست كمان القرارات بتاعتكم اللي انتوا بتاخدوها. مثلا حد يسالني اللي هو مثلا انا اولموست مثلا قضيت سنه كامله بس مركزه اكتر على نفسي، مش بشوف قوي، مش بخرج قوي مع ناس او كده. فحد مثلا ممكن يسالني هو انا ما كنتش مثلا بحس ان انا وحيده، او ان انا عايزه اروح مثلا، يا ريتني مثلا كنت عايزه اخرج مع حد او كده. فصراحه يا جماعه هقول لكم لا، او مش هقول لكم لا، هكون صريحه معاكم. في الفتره اللي في الاول، طبعا في الاول كده كنت ماشي بحس بس انا دي حاجه صراحه قريتها وسمعتها قبل كده، انه ساعات ربنا بيدينا الوقت الفاضي ده، وان الوقت ان احنا نكون لوحدنا عشان نشتغل على نفسنا، الحاجات اللي احنا عايزين نحط وقتنا والطاقه بتاعتنا فيها. يعني انا خلاص انا بجد بثق في ربنا ان هو الناس الصح هتدخل في حياتي في الوقت الصح، اللي هو الناس الصح والناس فعلا اللي شبهي والناس اللي انا عايزه اقعد معاها فعلا بتدخل حياتنا في الوقت الصح. بس انا دلوقتي معايا وقت فاضي كتير، انا الوقت ده هعمل بيه ايه؟ هبني نفسي وهبني حياتي وهعمل حاجه جميله جدا من حياتي ومن شخصيتي. الفتره اللي فاتت دي لما كنت بقضي وقت كتير قوي لوحدي، جماعه انا بجد ممكن مليت حياتي بكل الحاجات اللي انا بحب اعملها لوحدي. بدات هوايات جديده، قريت كتب، فتحت يوتيوب شانل. يعني اليوتيوب شانل دي انا عملتها على فكره السنه اللي فاتت في 2024. يعني انا في يوم كده قررت ان انا عايزه افتح يوتيوب شانل، وبعد كده بدات اشتغل على الموضوع على طول، لان هي الموضوع ده بجد كان انا اللي قررته بنفسي، وانا اللي كنت عايزه اعمله. ما رحتش اخدت راي الناس كلها في الموضوع، لا دي حاجه انا كنت عايزه اعملها عشان نفسي انا. اهتميت شويه بالروتينز بتاعتي، بدات اصحى بدري، بدات ان انا اتمرن بانتظام. لما بجد بتمروا بالفتره دي وبتعملوا الحاجات دي، انتوا ما بيكونش عندكم وقت ان انتوا اصلا تحسوا ان انتوا ملانين مثلا، او ان انتوا زهقانين، او ان انتوا عايزين قوي حد معاكم يعمل معاكم الحاجات دي. لان انتوا شويه شويه انتوا بتبنوا بحياتكم، وبعد كده بتلاحظوا ان انتوا كفايه لنفسكم بجد، وان انتوا مش محتاجين على طول حد من بره ان هو يعمل لكم حاجه. انتوا لما تكونوا لوحدكم انتوا بيجوا فكره على دماغكم، انتوا مش لسه هتقعدوا تفكروا انا هعمل دي مع مين. انت خلاص انا موجوده مع نفسي، انا هعمل الحاجه دي مع نفسي انا. بس اللي انا بطلعه من هنا ان هو لو اي حد فيكم دلوقتي بيمر بالفتره دي، فتره هو قاعد فيها لوحده، جماعه انتوا دلوقتي ربنا بجد اداكم حاجه حلوه قوي، استغلوها. مفيش احساس احسن من انتوا تخلصوا مثلا سنه معينه او تخلصوا فتره معينه في حياتكم وتعرفوا ان انتوا يعني كبرتوا فيها قوي. ومش قصدي خالص انجازات كبيره زي مثلا رحتوا جالكوا شغل جديد، ولا رحتوا اتخرجتوا، ولا عملتوا حاجه زي كده. انا قصدي الانجازات فيكوا انتوا، في شخصيتكم، في الكاركتر بتاعكم. انا بجد بحس من اهم الحاجات انه الانسان يتعلم ازاي يقعد لوحده. وانا بحس الناس هي قدرت ان هي توصل للنقطه دي، انا بحس دي حاجه جميله جدا. اهم بجد علاقه ان انتوا تبنوها هي العلاقه اللي انتوا بتبنوها مع نفسكم انتوا. بحس فعلا بجد العالم بتاعنا دلوقتي مشتت بطريقه مش طبيعيه، ففكره انه الانسان بجد ياخد وقت يقعد مع نفسه ويسمع افكاره في هدوء، انا بحس دي يعني حاجه بريفيليج، حاجه بجد نادره جدا انه الانسان فعلا يختار ان هو يقعد وقت مع نفسه عشان بس يركز على حياته وما يكونش 24 ساعه متاثر بالناس اللي حواليه. خلينا دلوقتي ندخل في الموضوع الثاني اللي هو ليه صعب شويه من رايي، يعني ان احنا نعمل اصحاب، ان احنا نتخرج من المدرسه شويه. انا بحس فعلا الموضوع ليه علاقه اكتر ان احنا لما نكبر. يعني انا اتعلمت في ال4 سنين دول اللي انا كنت قعدت فيهم في الكليه، اتعلمت فيهم دروس عن الناس وعن الصداقات وعن الاصحاب اكتر من ال 12 سنه اللي انا قعدتهم في المدرسه.
فانا بحس ان احنا تفكيرنا لما بنكبر يعني او لما بندخل كليه بيبدا يتغير. لما بنكبر او بندخل كليه بنحس ان هي احنا دلوقتي فعلا بنبدا نفكر في مستقبلنا بطريقه جديه شويه. الناس اللي عايزين نقعد معاها بيتغير، مفيش انسان بيبقى نفس الانسان من سنه لسنه، احنا كلنا بنتغير وتفكيرنا بيتغير حتى لو احنا مش حاسين بنفسنا. معظم الناس بحس ان احنا مش على طول بنلاقي الناس اللي شبهنا، او مش على طول بنلاقي الناس احنا فعلا هنكون مستريحين معاها. مش اي حد ان هو يدخل حياتنا بنبقى اصحاب معاه، وان احنا بنفكر شويه قبل فعلا ما نقضي وقتنا مع ناس. انا بحس ان دي حاجه كويسه، لان احنا بنلاحظ ان احنا وقتنا ده مهم، وان احنا طاقتنا دي مهمه، وان مش اي حد يدخل حياتنا واي حد نقابله خلاص ده كده بقى اصحابنا. لان احنا بنلاحظ انه في حاجات مهمه تانية في الحياه لازم نشتغل عليها. ما بيبقاش قوي عندنا وقت ان احنا نقعد نتعامل بقى مع ناس مش كويسه لينا، او ناس بتضيع لنا وقتنا، او ناس بتاخد الطاقه بتاعتنا كلها. خلينا نقول مثلا انا بقابل ناس مش مستريحه معاها او مش عايزه اقعد معاها، انا بجد اول تفكير بيجي في دماغي لو انا ما عنديش وقت انا ما عنديش وقت ان انا لسه اقعد افكر مش عارفه الناس دي كويسه او الناس دي مش كويسه. ان احنا بحس طاقتنا خلاص، طاقتنا من ناحيه ان احنا تعاملنا مع الناس وكده بحسها بتقل مع لما نكبر، او ان احنا ما عندناش قوي الطاقه زي زمان او الوقت او كده، ان يكون كل همنا العلاقات والاصحاب بس. يعني احنا حياتنا دلوقتي بقى فيها حاجات تانية مهمه. لما بنكبر احنا بنكون مرينا بتجارب كتيره قوي، بنكون شفنا ناس انواع ناس كتيره قوي، مرينا بصداقات كتيره قوي، فبيكون عندنا زي باك جراوند شويه، او بيكون عندنا فكره شويه على نوع الناس اللي احنا عايزين نقعد معاها. في حد دخل في حياتنا شبه حد مثلا زمان احنا قابلناه والشخص ده ما كانش كويس لينا، خلاص احنا بنلاحظ الحاجه دي، وانا اتعلمت درسي او انا عرفت ان انا مش انسانه بقعد مع الناس دي. لما احنا لما بنكبر بنلاحظ قد ايه الناس اللي حوالينا بتاثر علينا. مش عارفه ليه هو دلوقتي بحس الناس مش ملاحظه الموضوع ده. اصلا في بتاعه كده بتتقال ان احنا بالظبط كده الافريج بتاع اكتر 5 اشخاص احنا بنقضي وقتنا معاهم. انتوا بجد تبصوا على نفسكم مين اكتر 5 اشخاص انتوا بتقعدوا معاهم. احنا ساعات من جوانا بنقول لا انا عمري ما هتاثر بالناس اللي حواليا. يا جماعه لا، انتوا بتتاثروا. وبجد يعني انا كنت بقول نفس الحاجه، ان هو حتى لو انا قعدت مع ناس مش شبهي وناس مثلا مش كويسه ليا انا مش هتاثر بيها، بس ده كلام مش صح. وهقول لكم يا جماعه اكزامبل بسيطه جدا عن الموضوع ده. انتوا دلوقتي لما بتكونوا قاعدين مع ناس، الناس دي اكتر مجهود هي بتعمله مثلا عند 5% مثلا. فانت دلوقتي لما تكوني قاعده مع الناس دي وانت المجهود بتاعك مثلا خلينا نقول عند 10%، انت بتحسي ان انت بتعملي انجاز رهيب، عشان انت الناس اللي حواليكي مجهودها بس 5% وانت المجهود بتاعك 10% بس. فانت بتحسي ان انت لا انا بجد احسن جدا من الناس اللي حواليا، وان انا كده بشتغل كويس قوي. بس تخيلوا يا جماعه دلوقتي انتوا رحتوا قعدتوا مع ناس بيعملوا مجهود عند 90%. هل وانتوا مثلا دلوقتي عند 10%، هل انتوا دلوقتي شايفين ان انتوا مثلا بتعملوه ده كفايه، او انتوا هتبصوا على نفسكم تقولوا انا فعلا محتاجه اتحسن، او انا فعلا محتاجه اشتغل على نفسي شويه؟ انا عشان كنت شايفه الناس اللي حواليا مش بتشتغل جامد قوي، فانا فعلا اتاثرت وحسيت عشان بس المجهود الشويه الزياده اللي انا عملته ده انا كده خلاص يعني عملت انجاز رهيب. انا فعلا بقول الموضوع ده لان احنا كلنا عندنا القدره جوانا ان احنا نعمل كتير قوي، وان احنا نشتغل على نفسنا اكتر بكتير من اللي احنا فاكرينه. او حتى مثلا انتوا مثلا شفتوا ناس قبل كده او اي حاجه، انتوا بتلاحظوا بجد الشخص ده عنده مهارات وعنده بوتنشال وعنده قدرات كويسه قوي، بس هو عشان قاعد مع الناس الغلط هو مش عارف يستخدمها، او مش عارف ان هو بجد يستفيد بالمهارات وبالبوتنشال اللي هو عنده ده، لانه الناس اللي حواليه على طول مخلياه جوه الكومفورت زون بتاعته، على طول مخلياه في نفس المكان اللي هو فيه، مش بتدعمه ان هو يشتغل اكتر. دلوقتي خلينا نيجي لثالث موضوع، ويعني اهم حاجه ازاي نختار اصحابنا صح. خلينا نبدا باول موضوع. انا هقول لكم حاجه وبجد انا مريت بالحاجه دي. ساعات ما بنروح نقابل شخص معين فجاه من غير حتى ما نعرف الشخص ده بيجي لنا احساس جوانا، بيجي لنا جت فيلينج يعني احساس جوانا كده اللي هو لا انا مش عايزه اقعد مع الشخص ده مثلا، من غير حتى ما نعرفه، او حتى من غير ان احنا ما ممكن مثلا شفنا بس تصرفاته في موقف معين. اقول لكم 100% الاحساس اللي انتوا بتحسوه ده صح. بصوا انا مريت بالحاجه دي زمان، وانا يا جماعه اصلا شخصيتي ان انا مش بترست قوي باحساسي، مش بقول مثلا انا حسيت كده فهعمل كده، لا انا لازم يكون عندي ايفيدنس، يعني لازم حد يقول لي الشخص ده عمل كذا كذا كذا، اتصرف بالطريقه دي، فعشان كده انا مش هقعد معاه. انا ما عنديش فكره اللي هو انا حسيت كده فمش هقعد مع الشخص ده. بس جماعه لاحظت ان انا طريقه تفكيري دي غلط. في حاجات يا جماعه بجد فعلا بالاحساس. ودي حصلت معايا انا في حد قابلته، انا يا جماعه من اول لحظه قابلت فيها الشخص ده انا حسيت ان هي ممكن ما تبقاش انسانه كويسه ليا، او ان هي في حاجه غريبه او في حاجه غلط، او انا ممكن فعلا ما بقاش مستريحه معاها، او لو قضيت وقت معاها. المهم يا جماعه انا طنشت الاحساس ده، بجد طنشت وقلت لا ما ينفعش، لازم اشوف فعلا تصرفات الناس، ما ينفعش اروح كده باحساسي، يعني انا كده بظلم الشخص اللي قدامي، لازم اديله فرصه ومش عارفه ايه وحاجات زي كده. طبعا انا اي بليف طبعا ان ممكن ندي شخص فرصه، بس انا الغلطه اللي انا عملتها ان انا قعدت مع الشخص ده فتره طويله، يعني قصدي ما هي الحد اللي انا قابلته ده هي كانت عادي في الاول، كنا عادي اصحاب وكل حاجه. المهم يعني الموضوع انتهى ان احنا
بقينا اقرب شويه لبعض، او بقينا كلوزر يعني، وبعد كده هي فضلت صاحبتي لمده فتره يعني. المهم بعد كده يا جماعه طلع احساسي صح 100%. ودي يا جماعه بجد درس انا اتعلمته، اللي هو مش هقول لكم على طول ان انتوا تروحوا تعاملوا حد بطريقه وحشه يعني عشان انتوا حسيتوا ان هو مثلا شخص مش كويس، لا، انا بس بقول ان انتوا لما تحسوا الاحساس ده، لما تشوفوا حد، خلوا الاحساس ده في مخكم على الجنب كده. الموضوع اللي بعد كده هو، هل مثلا لو انا قابلت حد من اصحابي عادي وقعدنا وكل حاجه، والحد ده عمل غلطه معينه او كده، هل ان انا مثلا اديله فرصه تانية؟ طبعا 100%. انا بؤمن جدا وبليف جدا في السكند تشانسز، يعني ان هو الشخص اديله فرصه تانية. في حاجات يا جماعه، يعني في حاجات انا في رايي انا، في حاجات ممكن ملهاش فرصه تانية. طبعا الحاجه دي بتختلف من شخص لشخص. انا ممكن بالنسبه لي انا الحاجه دي انا مش هقدر مثلا اقعد مع الشخص ده تاني. في حاجات لا طبعا، في حاجات ممكن اديها طبعا فرصه تانية. في حاجات الانسان بيعملها غصب عنه، في حاجات الانسان بيعملها وهو مش مركز. عايزاكم تقعدوا مع نفسكم كده وتسالوا نفسكم انا ايه الصفات اللي ممكن ادي فيها فرصه تانية، وايه الصفات اللي انا مستحيل ادي فيها فرصه تانية. في مثلا واحده سمعتها قبل كده بتقول، وانا بتفق معاها في الموضوع ده جدا، كانت بتقول يعني انه في من الحاجات اللي هي مستحيل تستحملها في حد من اصحابها، ان هم يكونوا ناس بيقللوا ثقتها بنفسها. هي بالنسبه له دي ناس مش مفروض تكون في حياتها. الموضوع اللي بعد كده ده من اهم الاسئله تسالوها لنفسكم وانتوا بتختاروا الناس اللي انتوا بتقعدوا معاها. انا بحس بايه بعد ما قعدت مع الشخص ده؟ لما باجي بروح البيت بحس ان انا خلاص عندي طاقه، وان الشخص ده حد ممكن اقعد معاه عادي، والشخص ده ممكن اخرج معاه تاني، ولا بحس ان انا ما عنديش طاقه، بحس ان انا مش واثقه من نفسي، بحس انه في حاجه غلط؟ يا جماعه بليز ركزوا على الاحساس اللي انتوا بتحسوه بعد ما تقعدوا مع الانسان ده. صدقوني انا عدد المرات اللي انا كنت بقعد فيها مع ناس وبعد كده كنت بروح البيت، وبجد اول سؤال بيجي على دماغي هو انا ايه اللي مقعدني مع الناس دي؟ حاجه كده مهمه جدا. ما تكونوش يا جماعه desperate يعني اكنكم كده يائسين، وان انتوا خلاص ان تحطوا جوه مخكم ان انا عمري ما هلاقي الناس الكويسه اللي عايزه اقعد معاها، ان انا عمري ما هلاقي الاصحاب الكويسين. لا 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 يا جماعه بليز ما تفكروش كده بجد. بصوا لما يكون في موضوع زي كده، انتوا كل ما تكونوا بتفكروا فيه بطريقه اوفر قوي، او ان انتوا على طول بتتكلموا فيه بطريقه سلبيه، او على طول مش حاطين قدامكم اي امل، وان كل حاجه وحشه، وان كل حاجه مش كويسه، يا جماعه هو ده اللي هيحصل فعلا. انتوا دلوقتي تقعدوا كده تاخدوا بجد خطوه لورا، تركزوا على نفسكم، تبنوا حياتكم. ربنا يا جماعه هيدخل الناس الصح في حياتكم في الوقت الصح. دي مش مشكلتكم انتوا، ودي حاجه مش في ايديكم. نموا نفسكم، ابنوا حياتكم، نموا شخصيتكم انتوا والطريقه اللي انتوا بتفكروا بيها والمايند سيت بتاعتكم. نموا نفسكم في الحاجات اللي الناس عمرها مستحيل تاخدها منكم، زي مثلا المهارات اللي عندكم، شخصيتكم، طريقه تفكيركم، طريقه تعاملكم مع الناس، ازاي انتوا بتكوميونيكيت، وازاي انتوا بتقولوا نقطه معينه عايزين توصلوها. ربنا عارف الوقت الصح امتى. لما باجي بقول لنفسي انا مثلا عايزه الاصحاب اللي انا اقعد معاهم يكونوا كذا وكذا وكذا، لازم مثلا يكونوا ناس بتدعمني، ناس مثلا بتشتغل على نفسها، ناس على طول عايزه تكون ناس احسن، على طول عايزه تكبر وتجرب حاجات جديده. اسال نفسي سؤال، هل انا الانسانه دي اصلا في الاول؟ يعني لو لا، يبقى اشتغل على نفسي الاول، وبعد كده الناس اللي شبهي تكون كويسه ليا هتدخل حياتي. وفي حتى حاجه حلوه جدا بالانجلش بتتقال اسمها your vibe attracts your tribe، يعني انت شخصيتك وطريقه تعاملك بتجيب في حياتك الناس اللي شبهك برضو. الحاجه المهمه يعني دي في اي علاقه في الحياه، مش بس مع الاصحاب. communication is key، يعني طريقة التواصل وطريقة الكلام دي بجد بتحل ممكن 99% من المشاكل. بس عشان احنا مش بنتكلم مع الناس، او احنا مش بنكوميونيكيت مع حد، خلي مشاكل كتيرة تحصل ممكن تتحل بأبسط كلام او بأبسط communication. ان انا اروح مثلا لواحدة صاحبتي وقلت لها انت عملتي كذا 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 والحاجة دي ضايقتني وخلاص، وهي ممكن تقول لي وجهة نظرها، ممكن الموضوع يتحل. النقطة هنا لو انتوا دلوقتي بتتكلموا مع شخص والشخص ده مش بيقبل التواصل، مش بيقبل الكوميونيكيشن، او الشخص ده مثلا انتوا بتحاولوا تقولوا وجهة نظركم وهو مش عايز يفهمها، او هو بس مقتنع بوجهه نظره هو نظركم، او مش عايز مثلا يشوف ان هو عمل حاجه غلط. فكره ان انتوا تحاولوا تقنعوا الناس بحاجه معينه، دي حاجه انتوا مالكمش دعوه بيها. يعني انتوا اعملوا اللي عليكم، انتوا هتروحوا تتكلموا تقولوا نقطتكم، تتكلموا مع الشخص ده بكل احترام وبطريقه هاديه وكل حاجه. بس فكره بقى الشخص اللي قدامكم ده هيقتنع مش هيقتنع دي مش مشكلتكم. الباقي بقى على الانسان ده، هل هو فعلا بيتقبل ان هو يتكلم بطريقه متشور وكويسه، وان هو يتكلم عادي زي ناس كبيره فعلا. كل انسان هو ليه طريقته في التعامل وطريقته في التصرف، ولو الشخص ده طريقته مش نافعه معاكم خلاص مش مشكله، ان الشخص ده معناه ان هو مش كويس ليا. كل واحد بيتصرف بالطريقه اللي هو اتعود عليها. يعني مثلا ممكن تلاقوا ناس حد بيناقشوا حاجه، ممكن تلاحظوا انه في شخص بجد بيتكلم بطريقه مش كويسه خالص، او مثلا الشخص ده بيعلي صوته قوي. هل انا مثلا هردها له وهعمل نفس اللي هو بيعمله عشان بس ان انا احس ان انا يعني رديت له مثلا اللي هو الحد ده عمله لي؟ لا طبعا يا جماعه، احنا بنحافظ على اخلاقنا مهما الشخص اللي قدامنا اتصرف ازاي. انا مش بخلي الانسان اللي قدامي يقول لي هتصرف ازاي، انا الانسان اللي قدامي يتصرف بالطريقه اللي هو عايزها.
انا بقى دلوقتي انا اللي هختار انا هتصرف ازاي، انا هختار انا اقبل ايه وما اقبلش ايه. مش بغير نفسي عشان الناس، يعني عشان الشخص اللي قدامي عمل كده فانا محتاجه اردها له وارد بنفس الطريقه اللي هو بيرد بيها. غلط طبعا. بحس بجد دلوقتي موضوع الباوندريز او موضوع الحدود، مثلا حد يقول انا مستحيل مثلا انه شخص يعاملني بالطريقه دي، او انه شخص مثلا يكلمني بالطريقه دي او يتصرف معايا بالطريقه دي. جماعه دي حاجه صح فعلا، ان احنا نكون عندنا حدود، وان احنا نكون عارفين بالظبط احنا بنقبل ايه لنفسنا ولا وما بنقبلش ايه لنفسنا. لانه الناس فعلا اللي واثقه من نفسها والناس اللي عارفه القيمه بتاعتها والورث بتاعتها بتكون عارفه ان هي ما تسمحش لحد مثلا ان هو يتصرف معاها بالطريقه دي او يعملها بالطريقه دي. في ناس كده كتير سمعتها ناس بتعملها بطريقه مش كويسه، هم مع اصحاب دلوقتي بيعملوهم بطريقه مش كويسه بس عشان ما يكونوش قاعدين لوحدهم قاعدين مع الناس دي. جماعه غلط، اقعدوا لوحدكم احسن من ان انتوا تقعدوا مع ناس بتحترم الباوندريز بتاعتكم ومش بتحترم رايكم ومش بتحترم الحاجات اللي بتضايقكم. يبقى دي ناس ما تقعدوش معاها، لان هي بجد ما فيها بسيطه زي كده. سؤال مهم جدا اساله لنفسي، انا لو عملت مثلا انجاز معين في حياتي او عملت حاجه ناجحه جدا، مين الناس اللي انا فعلا هكون 100% مستريحه ان انا اشارك معاها الحاجه دي؟ مين الناس اللي انا هكون 100% متاكده ان الناس دي هتبقى مبسوطه ليا بكل صداقه فعلا وبكل اونستي، ان هي فعلا مبسوطه ليا للنجاح ده؟ عايزاكم تفكروا في الاصحاب اللي في حياتكم دلوقتي. هل الناس دي انتوا لو عملتوا انجاز معين في حياتكم هتكونوا متاكدين 100% ان هم هيكونوا فعلا مبسوطين بيكم؟ لو الاجابه يبقى فعلا دي ناس كويسه ودي ناس فعلا تفضل في حياتكم. لو الاجابه لا، يبقى فكروا شويه فعلا هي الاصحاب دي او الناس دي لازم تكون في حياتي ولا لا. دي حاجه بجد يعني بتحصل كتير قوي. لما مثلا يكون في 2 اصحاب بادئين من نفس المكان، يعني مثلا خلينا نقول انتوا الاثنين رحتوا المدرسه مع بعض وخلاص كنتوا اصحاب وكل حاجه، بعد كده حد فيكم دلوقتي انت مثلا رحتي خلاص ورحتي اشتغلتي على نفسك وبقيتي انسانه ناجحه جدا وانجزتي حاجات كتيره جدا، والشخص او صاحبتك اللي انت كنتي تعرفيها دي مثلا هي لسه في نفس المكان. كمان هو في هنا كذا حاجه بتحصل. اول حاجه الشخص ده بيحاول ان هو يجيبك تحت تاني، يعني هو دلوقتي بيحاول يرجعك تاني لنفس المكان اللي انتوا بداتوا منه. ليه؟ لان احنا فكره الانسان يطلع بره الكومفورت زون بتاعته والانسان يشتغل على نفسه دي مش حاجه الناس كلها بتعملها، ودي مش حاجه سهله او حاجه بتخوف. فلما الناس دلوقتي لما هي مثلا تشوف ان انت دلوقتي بداتي تشتغلي على نفسك وان انت فعلا حققتي حاجات، بيجيب لها الاحساس ان هي فعلا مش بتعمل كفايه، وان هي كان عندها الفرصه تشتغل على نفسها وتكبر بس هي ما عملتش الحاجه دي. بيبداوا ان هم على طول يجيبوه تحت، بيبداوا ان هم على طول يحبطوه، ان هو يقول له لا مثلا لا انت ما تقدريش تعملي الحاجه دي، لا انت ما عندكيش القدره ان انت تعملي الحاجه دي، ما عندكيش الامكانيه. انتوا عارفين يعني ايه انت يكون معاكوا ناس بيحبطوكوا وناس على طول بيقولوا لكم حاجات سلبيه وحاجات نيجاتيف زي كده؟ صراحه دي بالنسبه لي حاجه انا ما اقدرش استحملها. يعني يا جماعه حاجه احنا بنقول عليها outgrowing people يعني مش عارفه بالعربي قوي بس هقول لكم معناها ايه. دلوقتي ممكن اشتغل على نفسه اكتر من حد تاني، فانتوا دلوقتي بطلتوا قوي تفكيركم زي بعض انتوا. وانا هنا خالص مش قصدي ان احنا بنشوف نفسنا احسن من الناس، يعني دي حاجه طبعا غلط جدا، ما فيش حاجه اسمها حد احسن من حد، بس انا قصدي ان انتوا بطلتوا تفكيركم زي بعض، بطلتوا انتوا الاولويات بتاعتكم زي بعض، بطلتوا انتوا الوقت بتاعكم اللي كنتوا بتقضوه مع بعض دلوقتي ما بقيتوش تحسوه كويس زي زمان. دي حاجه عاديه ان احنا نتقبلها، ان احنا مش كل حد يدخل في حياتنا هيفضل في حياتنا للابد، احنا بنكبر وبنتغير، وحاجه طبيعيه جدا ان احنا ما نكونش مبسوطين مع الناس اللي شفناهم زمان لما احنا بنتغير وتفكيرنا بيتغير. مش بقول ان انتوا تروحوا مثلا تقطعوا كل الناس العلاقات اللي في حياتكم، لا انتوا بس لاحظوا انا فعلا مين الناس اللي عايزه اقضي معاها وقت اكتر، ومين الناس اللي انا ماشي ممكن اشوفها بس اكون عارفه ان هي الناس دي انا مش عايزه مثلا اقابلها غير مثلا مره في الشهر. حاجه مهمه جدا تسالوها لنفسكم اللي هي انا الناس اللي انا بقعد معاها دي هل هي ناس انا هاخد منها نصيحه ولا لا؟ وده يا جماعه بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان احنا عمرنا ما ناخد نصيحه من حد مش عايش الحياه اللي احنا عايشينها او ما عندهوش الصفات والتصرفات اللي احنا عايزينها. لو في حد انا بالنسبه لي بشوفه ان هو ناجح جدا في حياته وشخص بيعمل حاجات كويسه قوي، والشخص ده جه قال لي نصيحه، طبعا هتقبلها وطبعا هكون عايزه اسمعها، لان الشخص ده عايش فعلا حياه انا عايزه اعيشها، او الشخص ده شخصيته، او هي مثلا صاحبتي دي اللي بتقولي نصيحه شخصيتها كويسه جدا وناجحه جدا في حياتها، فطبعا هتقبل اللي هي بتقوله. بس لو في ناس مش عايشه الحياه اللي انتوا عايزينها، مش عندها التصرفات اللي انتوا عايزينها، يبقى دي مش ناس تاخدوا منها نصيحه من الاول. مايند سيت مهمه لازم تحطوها في مخكم، مش بس في الاصحاب. مفيش حاجه اسمها انه في ناس من بره هتكملنا، دي موضوع غلط تماما. كل ما نحس ان في حاجه ناقصه، ان احنا محتاجين اصحاب او في حاجه جوانا ناقصه، دي على فكره ملهاش علاقه بالاصحاب، دي لا دي حاجه ليها علاقه بيكوا انتوا جواكوا في حاجه مش كامله جواكوا، انتوا مش واثقين من نفسكم لسه قوي، انتوا مش بتحبوا نفسكم زي ما انتوا فاكرين، انتوا مش مشتغلين على حياتكم، فانتوا فاكرين ان هو الاصحاب او الناس اللي من بره دي هي اللي هتكمل لكم الموضوع ده. بس جماعه ده عمره ما بيحصل، مفيش حد هيكملكوا انتوا غير نفسكم. اول ما تدوروا انه في حاجه ناقصه بصوا جواكم انتوا، مش بصوا على بره، ان انتوا ابنوا نفسكم الاول، وبعد كده الناس اللي هتدخل حياتكم هي بس هتزود من الفاليو اللي في حياتكم، هتزود من الحاجات الحلوه اللي في حياتكم، بس مش هتكملها.
حاجه يا جماعه بجد عايزه اقولها، ان انتوا ركزوا شويه على تصرفات الناس. يعني انا قصدي مثلا احنا ساعات مثلا بيكون في حد من اصحابنا بيعاملنا مثلا بطريقه كويسه جدا وكل حاجه، بس يا جماعه دي حاجه انا لاحظتها اكشلي واتعلمتها بعد كده، ان احنا مش بنبص بس على الانسان ازاي بيعاملنا، احنا بنبص على الشخص ده بيتعامل ازاي مع الناس كلها حواليه. الاكشنز بتاعت الانسان بتقول كتير قوي عنه. هي تراست اكشنز نوت ووردز، يعني انتوا تراست التصرفات بتاعت الانسان. يعني ممكن الناس اللي معاكم دي تكون بتقول لكم اجمل كلام وحاجات حلوه جدا، بس بتبصوا على تصرفاتهم مختلفه جدا، بتبصوا على تصرفاتهم مع الناس التانية مش انتوا، بتلاقوا ان هي يعني هي تصرفات انتوا مثلا عمركم ما ممكن تقبلوها. يا جماعه انتوا عارفين انا بقول تصرفات زي ايه؟ تصرفات زي مثلا مع حد في المطعم مثلا بيطلبوا اكل، طريقه كلامه مع الناس اللي بره، طريقه كلامه مع الناس اللي بتشتغل، طريقه كلامه مع اي حد. دي يا جماعه حاجات تركزوا عليها، ودي حاجه انا اتعلمتها صراحه من تجربه. ان هي انا عمري في حياتي ما كنت اصلا الاحظ انه دي حاجه مهمه او حاجه المفروض اركز عليها، بس لا يا جماعه دي حاجه مهمه وحاجه تركزوا عليها. تصرفات الانسان هتقول كل حاجه عنه، احنا اللي بنختار ان احنا نطنشها. فده كل حاجه انا كنت عايزه اشاركها معاكم من دروس انا اتعلمتها ازاي، من ان انا قضيت وقت لوحدي، من ان انا قعدت مع ناس كتيره جدا، واعرفوا ازاي تختاروا الناس الصح في حياتكم. لان انتوا اوريدي حياتكم فيها حاجات كتيره جدا انتوا بتركزوا عليها، انتوا مش محتاجين هم اكتر تاني ان هي في ناس مثلا مش كويسه او ناس هي انتوا مش مبسوطين معاه تكون برده موجوده في حياتكم. اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو يا جماعه، اتمنى تكونوا اتعلمتوا حاجه، واشوفكم ان شاء الله في النكست فيديو. باي باي.